طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، طلابنا من جميع انحاء الجمهوريه، اهلا بيكم يا ابطال. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحه وعافيه وسلام. بص يا معلم، في اول درس قلت لك ان الوحده بالكامل بتتكلم معاك عن التنميه الاقتصاديه، وقلت لك اقتصاد يعني اي حاجه بتجيب فلوس، زراعه، صناعه، سياحه. فالدرس اللي فات اللي هو الثاني اتكلمت معاك فيه عن الزراعه وخلصناها وفرمناها، والدرس ده باذن الله هتكلم معاك فيه بقى عن حرفه الصناعه. طيب اولا كده يعني ايه صناعه؟ بص قال لك صناعه يعني تحويل الماده الخام من صورتها الاوليه لصوره تلائم حاجه الانسان ورغباته. يا مستر يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو في واحد عايز يلبس هدوم، ينفع نجيب له كيلو قطن نقول له خد البسه؟ مستر الانسان مش بيلبس قطن، امال ممكن يلبس تيشيرت، صح. قال لك بقى الصناعه هي اللي لقت الحل. ازاي؟ قال لك الصناعه بتحول الماده الخام اللي هي القطن بتحوله للمنتج اللي هو ايه؟ التيشيرت او الملابس. يعني الصناعه بتحول ماده خام، ولو يكن مثلا انا عايز سكر، تمام، فمثلا بجيب ايه؟ بجيب قصب سكر، ببدا احوله واخليه سكر، يبقى الصناعه بتحول الماده الخام لمنتج. طيب هل الصناعه دي مهمه؟ قال لك مهمه جدا، بس قبل ما اقول لك هي ليه مهمه، قال لك انا عشان اصنع محتاج مقومات، سواء مقومات طبيعيه او مقومات بشريه. طيب طبيعيه زي ايه؟ طبيعي انا محتاج اعمل مصنع، فمحتاج ارض ابني عليها المصنع دي، فدي مقوم طبيعي. محتاج موارد، بترول، فحم، غاز، طبيعي، فدي برضو طبيعي. محتاج ميه، كهرباء، نور، فده برضو طبيعي. حلو جدا. محتاج بقى انسان يشتغل معايا في المصنع اللي هو بسميه العنصر البشري، بس ده بشري بقى، تمام. محتاج مثلا راس مال، محتاج تكنولوجيا، كل الكلام ده محتاجه عشان ابدا اصنع. طبعا كل ده حاجات سهله. طيب هل الصناعه بقى مهمه؟ قال لك مهمه جدا جدا جدا. قال لك الصناعه بسميها هي قاطره التنميه. تعال نكتبها. بص قال لك ايه؟ قال لك الصناعه بسميها قاطره التنميه. طب ليه يا مستر قاطرة التنمية؟ ويعني ايه قاطرة التنمية؟ قال لك الصناعة هي اللي بتخلي الدولة غنية. يعني ايه؟ يعني تحكم على الدولة هل هي غنية ولا فقيرة من خلال الصناعة. لو هي بتصنع تبقى دولة غنية، ولو هي مش بتصنع تبقى دولة فقيرة. مستر هو في دول مش بتصنع؟ هقول لك في دول اعتمادها بالكامل على الزراعة، انها تزرع وتبيع، بس دي دول نامية. لكن الدول اللي بتعتمد على الصناعة دي دول متقدمة. فالصناعة هي قاطرة التنمية. يعني ايه؟ يعني انت يابا لو صنعت هتبدأ تعمل تنمية وتكسب فلوس. طب مستر مش ممكن اطلع استنتاج ان الدولة الغنية يعني مستوى المعيشة للافراد اللي فيها عالي؟ صح. يبقى الصناعة دي تمام بتعمل حاجة اسمها ارتفاع في مستوى تمام معيشة مين؟ الافراد اللي فيها. حلو جدا يا مستر. طيب الصناعة دي بقى هل صنعة منفردة ولا مرتبطة بباقي المجالات؟ قال لك لا، دي مرتبطة بكل المجالات. ازاي؟ قال لك مثلا مرتبطة بحاجة اسمها الزراعة. مستر هو قال لك الصناعة بالزراعة؟ ولا مش انا مثلا عشان اصنع هدوم محتاج قطن؟ صح. عشان اصنع سكر محتاج قصب سكر؟ صح. مستر ده انا بصنع منتجات زراعية، يبقى الصناعة مرتبطة بالزراعة. قال لك مرتبطة بحاجة اسمها الخدمات، اللي هي بسميها في المنهج بنية تحتية. ازاي؟ انا عشان ابني مصنع محتاج طرق، محتاج نقل ومواصلات، محتاج غاز، كهرباء، ميه، فاذا مرتبطه بالخدمات. قال لك بقى اهم حاجه الصناعه دي يا صديقي بتوفر فرص عمل يا معلم. يعني ايه مستر الكلام ده؟ مستر بتوفر فرص عمل يعني بتشغل ناس؟ هقول لك طب ما هي الزراعه بتشغل ناس. ايه الجديد يعني؟ هقول لك لا تعالى لي. لو انت عندك ارض، الارض دي يا معلم مثلا 4 فدان، تمام، والارض دي انت زرعتها، يعني في حرفه الزراعه بالكتير هتشغل فيها 8 افراد. كام فدان؟ 4 فدان. هات نفس الارض دي اللي هي 4 فدان وابدا ابني عليها مصنع، هتشغل فيها بالاقل حاجه 400 فرد. ايه ده مستر؟ دي نفس الارض ونفس المساحه، ولكن مع اختلاف المهنه. في الصناعه شغلت افراد كتير جدا، ولكن في الزراعه هو بوفر فرص عمل ولكن ايه؟ قليله. يبقى الصناعه بتوفر فرص عمل لمعظم السكان. قال لك برضه صديقي الصناعه دي مش بس كده، قال لك الصناعه هي اللي بتخلي الدوله فيها تكنولوجيا. مستر هو علاقه التكنولوجيا بالصناعه؟ ولا هو التليفون تكنولوجيا؟ صح. مش بيتصنع. العربيه بتتصنع، الكمبيوتر بيتصنع. ايه ده مستر؟ ده التكنولوجيا دي كلها اصلا جايه من الصناعه. يبقى مستر الصناعه بتعمل تكنولوجيا، صح ولا مستر؟ يبقى ده كده اهميه الصناعه. بس قال لك بقى الصناعه دي انا بصنفها ل4 تصنيفات مهمه جدا 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 جدا. سؤال في امتحانك تعالى لي. قال لك بص نكتبهم هنا كده.
انا عندي 4 تصنيفات للزراعه او للصناعه قصدي. ازاي؟ قال لك اول تصنيف من حيث الماده الخام المستخدمه في الصناعه. قبل ما اقول لك يعني ايه او ايه انواع الماده الخام، يعني ايه مصدر اصلا ماده خام. انا عشان اصنع حاجه محتاج فيها ماده خام، ولو يكن عشان اصنع اسمده محتاج فوسفات، عشان اصنع سكر محتاج قصب سكر، بنجر سكر، عشان اصنع هدوم محتاج قطن، صح؟ الحاجه اللي بستخدمها في الصناعه اسمها ماده خام. طيب انا عندي الماده الخام دي قال لك ان لها انواع. قال لك ممكن تكون ماده خام زراعيه، يعني جايه من الزراعه، ولو يكن مثلا قطن، سكر، كلام من ده. ممكن تكون ماده خام حيوانيه، يعني جايبها من الحيوان، بديهي صح؟ طيب ممكن تكون ماده خام معدنيه، يعني جايبها من ايه؟ من المعادن زي الحديد. طيب تيجي ناخد مثال، يلا قول لي السكر جايبه منين؟ يبقى زراعي. الملابس من القطن يبقى زراعي، صح؟ حلو، يبقى ممكن نكتب هنا مثال حاجه اسمها السكر. حلو جدا. الحيوانيه مثلا جلود الحيوان، يبقى حيوانيه مصدر، يبقى ممكن نكتب هنا مثال جلود الحيوان. طيب المعدنيه مثلا الحديد، صح؟ صح مصدر، يبقى ده حديد. طيب يلا حلو جدا. يبقى دي اول حاجه من حيث تصنيف المواد الخام اللي انا بستخدمها في الصناعه. يبقى لا اما ماده خام زراعيه، لا اما ماده خام حيوانيه، لا اما ماده خام معدنيه. طيب تاني تصنيف قال لك من حيث بقى خصائص المنتج. يعني وصل الكلام ده؟ قال لك بص نكتبها هنا كده، خصائص المنتج. دي بتلخبط كله، فتعالى نشيل اللخبطه دي. بص قال لك لا اما تكون منتج استهلاكي، تمام، لا اما يكون المنتج ده منتج انتاجي. مستار ايه الفرق بين الاثنين؟ بص الاستهلاكي يعني انا قدامي منتج بستهلكه. يعني ايه؟ يعني مثلا مش بعدل فيه، مش بوديه لحد يغير لي فيه، مش بدخله في انتاج حاجه ثانيه. ولو يكن لما اجي اقول لك الملابس دي يا مستر استهلاكيه ولا انتاجيه؟ مستار الملابس انتاجيه لان انتجتها. هقول لك غلط. ازاي؟ الملابس استهلاكيه. بص لو انا رحت مصنع هدوم قلت له هات لي تيشيرت وبنطلون، هل بلبسهم ولا بوديهم لترزي يفصلهم؟ مستار تيشيرت وبنطلون جايين جاهزين فبلبسهم على الجاهز. شايف بقى كلمه بلبسهم على الجاهز دي اسمها استهلاكيه، يعني بستهلكهم على الجاهز. طب انتاجيه زي ايه؟ ان انا اروح مصنع قماش اجيب منه قماش، هل ينفع البس القماش ولا هوديه افصله؟ لا يا مستر انت لسه هتوديه تفصله، صح؟ يبقى اذا ده انتاجي، انا لسه هنتجه. فاهم؟ يبقى انا عندي الاستهلاكي ده عباره عن استخدام المنتج بصوره مباشره من غير ما اعدل فيه او ادخله في انتاج حاجه ثانيه. عندك الانتاجي يعني لسه بصوره غير مباشره. فاهمني؟ طب ازاي؟ ندي امثله كمان. ولو يكن انت واحد يابا عطشان، تمام، وعايز تشرب عصير، يعني اتمنى ما اكونش صايم وتتفرج على فيديو، تمام، عايز تشرب عصير مثلا عصير برتقال. حلو، قدامك حلين، لا اما تروح سوبر ماركت تجيب منه علبه عصير وتعمل ايه؟ تفتحها وتشربها. حلو جدا. لا اما تروح تجيب برتقال وتروح البيت تعصره وتشرب عصير. ركز معايا بقى، انا هنا عند السوبر ماركت شربت العصير على طول، صح؟ يعني استهلكته بصوره مباشره، يبقى ده مستر هنا وقتها بسميه استهلاكي. طيب جبت البرتقال، هل هشربه؟ لا مستر البرتقال لسه هيتعصر، صح؟ يبقى لسه هنتجه، يبقى البرتقال وقتها بصوره غير مباشره يبقى انتاجي. فاهمني؟ طيب مثلا الحديد، هل الحديد بستخدمه بصوره مباشره ولا غير مباشره؟ مستر الحديد انا بستهلكه مثلا ان انا اعمل عربيه او ان انا اعمل بيت، صح؟ يبقى الحديد بدخله في انتاج حاجه معينه، يبقى ده اصبح ايه؟ ده اصبح انتاجي ليس استهلاكي. فاهم؟ فالاستهلاكي ان انا بستهلك المنتج زي ما هو يابا، ولا بعدل عليه ولا بغير فيه، بستهلكه زي ما هو كده قدامي، تمام؟ بتاخد الحاجه بعيبها من الاخر يعني. طب الانتاجي لا، بعدل فيها، تمام، بغير فيها، بدخلها في مرحله ثانيه. ركز على الجمله دي، بدخلها في مرحله ثانيه، دي ما بتدخلش في مراحل تانية. والله جامده جدا، تمام؟ يعني ده اول مرحله، جالي تيشيرت على طول بلبسه، لكن لو قماش لسه يدخل في مرحله ثانيه ان انا ابدا احوله لهدوم. فاهم؟ جامده جدا جدا جدا. طيب لو جيت اقول لك عربيه، العربيه بعمل بيها ايه؟ مستر بجيب عربيه بشتريها بركبها بمشي بيها، فاذا ده استهلاكي. طيب الحديد، لا الحديد لسه هصنعه واخليه عربيه، يبقى الحديد انتاجي. ليه؟ لسه هدخله في مرحله ثانيه. فاهم؟ طيب عندك صديقي تالت حاجه من حيث بقى حجم وتكلفه المنتج. يعني ايه مصدر الكلام ده؟ قال لك بص حجم وتكلفه المنتج نوعين. قال لك لا اما المنتج ده يكون منتج خفيف، لا اما يكون منتج ثقيل. مستار ايه الفرق بينهم؟ بص في المنهج
او كمعلومه المنهج ان خفيف او ثقيل من حيث انا مكلف قد ايه بالظبط في صناعه المنتج ده. ولو يكن لو جيت اقول لك مثلا انا عايز افتح مصنع سكر، ممكن ب 100,000 جنيه 100,000 افتح مصنع. طيب عايز افتح مصنع حديد، لا الحديد محتاج افران كتير جدا 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 جدا، صح؟ يبقى ممكن مثلا بمليون جنيه. طيب انا عندي كده حديد ده ثقيل، لكن عندي السكر خفيف. مستار هو انا هعرف منين ده مكلف كام وده مكلف كام عشان ابدا احل؟ بص هديك تركايه، امسك المنتج، لو المنتج خفيف تبقى خفيفه، لو المنتج تقيل تبقى تقيله. ولو يكن كيس سكر خفيف تبقى سكر خفيف. طيب حديد، ها لا الحديد ده مصدر تقيل، اي حاجه تبع المعادن تقيله، تمام؟ يبقى اكتب كده اي حاجه تبع المعادن، حلو. اي حاجه تبع مصادر الطاقه، بترول، فحم، تقيله. اسمده تقيله، تمام؟ يبقى انت عندك المنتج لو حجمه خفيف يبقى خفيف. مثلا لما اقول لك ورق، مستر ورق خفيف يبقى تبع الخفيف، تمام؟ ده كده يا صديقي ثالث تصنيف. رابع واخر تصنيف عندي، تمام؟ من حيث، تعالى نكتبها هنا، من حيث قال لك من حيث طبيعه الصناعه او المنتج. ازاي بقى؟ قال لك بص، لا اما يكون المنتج ده منتج استخراجي، تمام؟ لا اما يكون المنتج ده منتج تحويلي. مستار يعني ايه الكلام ده؟ بص يا استخراجي يعني مستخرجه من باطن الارض، حلو. طب تحويلي يعني حولته من صوره لصوره. ولو يكن لما اجي اقول لك استخراج البترول، من اسمها استخراج البترول يبقى استخراجي. استخراج المعادن استخراجي. طيب انتاج السكر، لا السكر يا مستر ما بستخرجوش، صح؟ بعمل ايه؟ بنتجه من صوره لصوره، من قصب سكر لسكر. الملابس، مستر الملابس بحولها من قطن لملابس، يبقى تحويلي، تمام؟ فانت عندك الاستخراجي اي حاجه بستخرجها من باطن الارض، ولكن التحويلي حاجه بحولها من صوره لصوره، حاجه بنتجها. ده كده 4 تصنيفات للصناعه. يبقى انت عندك اول تصنيف من حيث الماده الخام، ثاني تصنيف من حيث خصائص المنتج، ثالث تصنيف من حيث حجم وتكلفه المنتج، رابع تصنيف من حيث طبيعه الصناعه. طيب تيجي ناخد مثالين، يلا بينا. قال لك بص، انت عندك حاجه اسمها السكر، وعندك حاجه اسمها الحديد والصلب، ونزود واحده حاجه اسمها الحديد. طيب ركز معايا بقى. اول حاجه من حيث السكر، السكر هل هو زراعي ولا حيواني ولا معدني؟ مستر السكر زراعي، يبقى نكتب جنبه كده ثانيه واحده، نكتب جنب السكر منتج زراعي. حلو جدا. طيب السكر هل استهلاكي ولا انتاجي؟ ها مستر انا بجيب كيس السكر بفتحه بستخدمه، صح؟ يبقى مستر السكر ده استهلاكي. ليه؟ مش بتدخله في مرحله ثانيه، بتستهلكه زي ما هو، تمام؟ يعني بجيب كيس السكر، هل بتعدل في السكر؟ هل مثلا بتعمل في حاجه؟ لا، بجيب السكر بستهلكه زي ما هو، تمام؟ طيب عندك صديقي بعد كده السكر ده هل خفيف ولا ثقيل؟ مستر السكر خفيف. حلو جدا، يعني مش ثقيل. طيب هل بقى استخراجي ولا تحويلي؟ هل انا بستخرج السكر؟ مستر ما بستخرجوش، يبقى السكر ده تحويلي لان حولته من صوره لصوره. حلو جدا. طيب الحديد والصلب والحديد، مستر انت كاتب حاجتين شبه بعض، امسح واحده منهم. مش شبه بعض. ايه ده مستر؟ يعني انت عايز تعرفني ان في فرق بين الحديد والصلب والحديد؟ اقول لك ايوه. ايه الفرق؟ تعال اقول لك. بص انت عندك الحديد ده بتستخرجه من باطن الارض، تمام؟ بستخرج الحديد بيكون ماده سائله، يعني ما بيكونش جامد كده، ما بيكونش ناشف، تمام؟ يبقى الحديد ده هو بس، لما اقول لك حديد بس ده بستخرجه من باطن الارض، بيكون ماده سائله. طيب هل انا بستخدم الحديد كماده سائله؟ لا. يعني انت عمرك شفت حديد مثلا او سيخ حديد سايب؟ لا مستر الحديد بيكون ناشف، صح؟ صح كده. طيب قال لك الحديد ده بقى انا بحط عليه شويه حاجات، منجنيز وفحم وكده، وبحوله لحاجه اسمها الحديد والصلب. شايف كلمه الصلب دي ليه؟ بيكون ناشف. ايه ده مستر؟ يعني الحديد بس بيكون ماده سائله اللي بستخرجه كماده خام من باطن الارض، كماده ايه؟ كماده خام، تمام؟ لكن حديد وصلب ده منتج محوله من حديد لحديد وصلب. ركز معايا بقى، هل انا بستخرج من باطن الارض حديد وصلب ولا بستخرج حديد بس؟ لا بستخرج حديد بس بيكون ماده سائله ثم بحوله لحديد وصلب. قول لي بقى مين فيهم استخراجي؟ مستار الحديد ده استخراجي لان مستخرجه كماده سائله، لكن حديد وصلب تحويلي. ليه؟ لان حولته من حديد لحديد وصلب فاصبح ده تحويلي. بس كده. طب يلا قول الحديد والصلب تبع زراعي ولا حيواني ولا معدني؟ لا معدني، يبقى ده معدني وده معدني. حلو. هل
استهلاكي ولا انتاجي؟ مستار الاثنين انتاجي. ليه؟ بنتج بيهم بيوت، عماير، عربيات. طيب هل خفيف ولا ثقيل؟ كل المعادن ثقيله يبقى ثقيل. طيب عندك بعد كده هل بقى استخراجي ولا تحويلي؟ حديد بس استخراجي، لان مستخرجه كماده خام سايله، ولكن حديد وصلب تحويلي. ليه؟ لان محوله من حاجه لحاجه. ما هتلاقيش تحت الارض حديد ناشف، تمام؟ يعني ما تلاقيش تحت الارض حديد وصلب، لا بطلعه كماده خام سايله، ببدا احوله لايه؟ لحديد وصلب. تمام؟ حلو جدا. ده كده 4 تصنيفات. يلا بينا نخش على الجزئيه اللي بعدها. ثانيه امسح السبوره، ثانيه. صلى على النبي يا كده واحنا بس على السبوره. صلى على النبي. بص يا معلم، تاني حاجه هتكلم معاك فيها، هتكلم بقى عن توزيع الصناعه في العالم كله. يعني مين المناطق اللي فيها صناعه؟ مين المناطق اللي ما فيهاش صناعه؟ تعال اقول لك. قال لك بص، انت عندك دي حاجه اسمها الكره الارضيه، تمام؟ حلو جدا. قال لك في دوائر عرض بتقسم الكره الارضيه ل5 حاجات. ازاي؟ قال لك بص، عندك في النص هنا كده حاجه اسمها دائره الاستواء. دائره ايه؟ دائره الاستواء. نطلع فوق شويه كده هتلاقي حاجه اسمها مدار السرطان. حلو جدا. نطلع فوق شويه هتلاقي حاجه اسمها الدائره القطبيه الشماليه. طيب في الجنوب عندك هنا مدار الجدي، عندك هنا الدائره القطبيه الجنوبيه. طيب ركز معايا بقى، انا لما جيت ابص على الدول اللي بتصنع في العالم واللي متركز عندها معظم الصناعات، قال لي الدول دي موجوده في شرق امريكا، موجوده في اوروبا، موجوده في روسيا واوكرانيا، موجوده في شرق الصين. فين؟ شرق امريكا، اوروبا، شرق اسيا، تمام؟ اللي هي الصين واليابان، موجوده في روسيا واوكرانيا. دي المناطق اللي بتصنع في العالم. فلما جيت ابص على المناطق دي لقيت ان كلها بتقع في المنطقه دي. فين يا مستر؟ ما بين مدار السرطان والدائره القطبيه الشماليه. فين؟ ما بين مدار السرطان والدائره القطبيه الشماليه. يعني انت عندك هنا شرق امريكا، عندك هنا اوروبا، عندك هنا روسيا واوكرانيا، عندك هنا شرق الصين. كل المناطق دي بتقع فين؟ بتقع بين مدار السرطان والدائره القطبيه الشماليه. طيب قال لك بقى ان المنطقه دي اللي بتقع بين مدار السرطان والدائره القطبيه الشماليه بتستخدم 90% من الصناعات اللي في العالم. يعني ايه؟ يعني 90% من الصناعات في المنطقه دي. طب قول لي بقى، المانيا وفرنسا وانجلترا والدول دي هتصنع صناعات ثقيله ولا صناعات خفيفه؟ مستار انا شويه واكبر كده وعاوز اركب عربيه، فهقول لابويا يابا انا عايز عربيه الماني. تمام؟ الناس دي بتصنع صناعات ثقيله، عربيات، تريلات، اوناش، بتصنع حاجات كتيره جدا. فانا عندي الصناعات اللي هنا بسميها صناعات ثقيله وليست خفيفه. تمام؟ حلو جدا. طيب ركز معايا بقى، انا عشان اصنع محتاج حاجه اسمها طاقه متحركه. ازاي؟ انا عشان اشغل الالات محتاج بترول، محتاج فحم، محتاج غاز طبيعي. تمام؟ شايف بقى البترول والفحم وغاز طبيعي، محتاج شمس، محتاج كهرباء، محتاج ميه. كل الكلام ده بسميه طاقه متحركه. البترول والفحم وغاز طبيعي كل ده اسمه ايه؟ كل ده اسمه طاقه متحركه. تمام؟ طيب الناس دي بتستخدم 90% من الصناعات، يبقى اذا بتستخدم 90% من الطاقه المتحركه. فاهم؟ طيب انا قلت الطاقه المتحركه دي زي مين؟ زي البترول. طيب مين اكتر دوله في العالم بتستخرج بترول؟ هقول لك اكبر دول في العالم بتستخرج بترول دول الخليج. مين؟ دول الخليج. يبقى ركز معايا، انا بتكلم دلوقتي على استخراج البترول. مين اكبر دوله؟ هقول لك دول الخليج. طيب هل بتصنعوا ولا بتصدروا كماده خام؟ لا، دول الخليج بتصدروا كماده خام. طيب بتصدروا لمين؟ بتصدروا لدول اوروبا. طيب الدول دي بتعمل ايه؟ بتبدا بقى تصنعه. يبقى استنى، مين بيستخرج؟ دول الخليج. مين بيصنع؟ دول اوروبا. تمام؟ مين بيستخرج؟ دول الخليج. مين بيصنع؟ دول اوروبا. حلو جدا. طيب ركز معايا بقى، قال لك ان في دول بدات تصنع، يعني بدات تشد حيلها، فبسميها دول صناعيه حديثه. زي مين؟ هقول لك مثلا عندك دوله مصر، هقول لك مثلا عندك دوله جنوب افريقيا. حلو. عندك برضو دول شرق امريكا الجنوبيه، واكتب عندك دولتين، دوله البرازيل ودوله الارجنتين. قال لك برضو عندك دول غرب امريكا
الشماليه. تمام، دي دول بدات اللي هو بتشد حيلها في الصناعه. مصر، جنوب افريقيا، البرازيل، الارجنتين، دول غرب امريكا الشماليه، دول بدات تشد حيلها في الصناعه. تمام، طيب كده حلو جدا وخلصنا مصر. نبدا بقى نتكلم عن الصناعه في الدول الناميه. ليه؟ بص، باقي الدرس بتكلم معاك عن حاجتين، بتكلم معاك عن الصناعه في الدول الناميه، ثم اتكلم معاك عن الصناعه في الوطن العربي. طيب بص يا معلم، لما اجي امسك الصناعه في الدول الناميه فهتكلم معاك عن مشكلات الصناعه وعن معوقات الصناعه وعن حلول المعوقات دي. ثم بعد كده اخش عن ايه؟ اخش على الصناعه في الوطن العربي، فبرضه هتكلم معاك عن ايه؟ عن مشكلات الصناعه في الوطن العربي، وهتكلم معاك عن معوقات الصناعه في الوطن العربي، ثم عن حلول معوقات الصناعه في الوطن العربي. نبدا اول حاجه بالصناعه في الدول الناميه. قال لك حديثا، تمام، تحولت الصناعه من الدول المتقدمه، تمام، الى الدول الناميه. اوعى تفهمني غلط. يعني لما اجي اسالك يعني ايه الجمله دي، هتقول لي يا مستر الجمله دي يعني دول الناميه، تمام، بدات. مستر هو يعني ايه دول ناميه؟ مين دول اصلا؟ تعال اقول لك. الدول الناميه الدول اللي موجوده في افريقيا دي بسميها دول ناميه. مثلا اللي موجوده في امريكا الجنوبيه دول ناميه، تمام. اللي موجوده في جنوب اسيا دول ناميه، تمام. اللي موجوده مثلا فين بس، يعني دي المناطق اللي فيها دول ناميه، تمام. لكن دول متقدمه زي مثلا امريكا الشماليه، اوروبا، شمال اسيا، تمام، دي دول ناميه. يعني ايه مصر دول ناميه؟ دول ناميه يا صديقي يعني دول كحيانه، دول فقيره. يعني مصر دوله ناميه، مصر دوله ناميه، تمام. طيب قال لك بقى الصناعه تحولت من الدول المتقدمه الى الدول الناميه. مستر انت عايز تعرفني ان الدول الناميه بدات تصنع مكان الدول المتقدمه؟ هقول لك لا، انت كده فهمتني غلط. امال هقول لك تعالى بص، انا عندي هنا دوله بسميها دوله متقدمه، حلو جدا، وعندي هنا دوله بسميها دوله ناميه. قال لك الدوله المتقدمه بتروح الدوله الناميه تجيب منها المواد الخام، حلو، ثم ترجع تصنعها في المصانع اللي موجوده في الدول المتقدمه، ثم ترجع تاني تبيعها في الدول الناميه. ايه ده يا مستر؟ ده عماله تروح وتيجي تروح وتيجي. فقالوا لك ايه؟ احنا بدل ما نروح نجيب الماده الخام ونيجي نصنعها هنا ونروح نبيعها هناك، ما احنا نعمل المصنع هناك جنب الماده الخام ونبيعها هناك بالمره. ايه ده يا مستر؟ انت عايز تعرفني ان اللي بيصنع الدول المتقدمه؟ هقول لك ولكن بتصنع على اراضي الدول الناميه. ايه ده يا مستر؟ يعني اللي بيصنع مين في الاخر؟ المصنع تبع الدول المتقدمه ولكن على اراضي الدول الناميه. طيب تيجي نسالهم سؤال، انتوا ليه دول متقدمه عايزين تنقلوا المصنع على الدول الناميه؟ قال لك يابا في اسباب كتير جدا. اول سبب يا صديقي قال لك هو توافر الماده الخام في الدول الناميه. يعني الدول الناميه فيها ماده خام، فانا بروح هناك بدل ما اجيبها وارجع، لا، بفضل هناك وابني المصنع جنب الماده الخام. طيب تاني حاجه يا صديقي قال لك حاجه اسمها العماله الرخيصه. بيشتمنا والله بيشتمنا. ليه بقى؟ قال لك بص، انا عشان ابني مصنع في الدول المتقدمه هناك في اوروبا في امريكا كلام من ده، قال لك هناك يا صديقي في حاجه اسمها حد ادنى للمرتبات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا اي موظف ليه حد ادنى والمرتبات هناك عاليه، فانا عشان ابني مصنع هناك هتكلف اجور للعمال كبيره جدا. طيب تيجي نبني مصنع في الدول الناميه، لا يابا المرتبات قليله. يعني ايه؟ يعني لو جبت واحد قلت له مثلا هديك 5000 جنيه، الله اكبر هشتغل عندك عبد، تمام، 24 ساعه شغال، كام؟ ب 5000 جنيه. لكن هناك ممنوع الكلام ده، في حاجه اسمها حد ادنى للاجور. فاذا في الدول الناميه العماله عماله رخيصه. عماله ايه؟ احنا ناس بنشتغل بسعر قليل من الاخر، يعني بلفظ حلوه. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها النفقات الاجتماعيه. بص هفهمك حاجه عشان لو انت من ايجيبت، يعني انت عندك الناس اللي بتشتغل في مصانع او موظفين بيكون لهم حاجه اسمها معاش. يعني ايه؟ لما الراجل يتم 60 سنه ما عادش ينفع يشتغل، فبيطلع على حاجه اسمها المعاش، تمام. طيب ولو كان بياخد مثلا 10000 جنيه في مصر هنا بنديله معاش 1000 جنيه وهو مش شغال، يعني بيقعد من الشغل وبنديله 1000 جنيه معاش، تمام. ركز معايا بقى. يعني انا هنا لو الموظف شغال ب 10000 جنيه بديله معاش 1000 جنيه. قال لك في الدول المتقدمه لا، لو الموظف شغال ب 10000 جنيه بديله 8000 جنيه. يعني هو قل، ولكن قل حاجه بسيطه. ولكن في مصر او في الدول الناميه لا، بيقل كتير جدا. طيب لو انا صاحب مصنع
بالنسبه لي انا اوفر الدول المتقدمه ولا الدول الناميه؟ لا مستر، اكيد الدول الناميه اوفر لي. ليه؟ بديلهم معاشات قليله. مش بس كده، لو انت عندك واحد في الدول المتقدمه تعب مثلا منك او حصل له ظرف او كلام من ده، انت بتتحمل تكلفته، يعني تدفع له وكمان بتديله ايه؟ بتديله مكافاه. ولو قعد من الشغل شهر بتعمل ايه؟ بتصرف له مرتب وبتعالجه وبتصرف عليه. طيب في الدول الناميه انت تعبت هنجيب واحد مكانك تاني يوم بس. تمام؟ فانت عندك ايه؟ حاجه اسمها النفقات الاجتماعيه. تمام؟ دي فين؟ في الدول الناميه. مش بس كده يا صديقي، قال لك حاجه اسمها السوق الكبير. يعني ايه؟ قال لك الدول الناميه عدد السكان فيها كبير جدا، فانا لما اصنع مهما اصنع انا ضامن ان انا هبيع المنتج بتاعي. ليه؟ بسبب زياده عدد السكان في الدول الناميه. تمام؟ دي كلها حاجات هتخلي الدول المتقدمه تنقل المصنع من الدول المتقدمه للدول الناميه. طيب بس الدول الناميه مش هتسكت، صح؟ ليه؟ قال لك بص، تعالى نمسح الكلام ده ثانيه واحده. فين المنديل؟ اهو. بص يا معلم، قوم يابا كده اعمل لك كوبايه شاي وتعالى لي فوق لي كده كوبايه قهوه كوبايه شاي وتعالى كمل معايا الدرس بتاعي. بص يا صديقي، الدول الناميه قال لك لازم نبدا نصنع. ولو يكن مثلا انا يابا لو بزرع قطن، تمام؟ القطن ده ببيعه للدول المتقدمه ب 10 جنيه، حلو؟ لكن لو صنعته وحولته لهدوم هبيعه ب 100 جنيه. ايه ده مستر؟ يعني لو بعت كماده خام بخسر ولو بعت كمنتج بكسب. فانا لو حولت الماده الخام لمنتج وصنعت انا هكسب فلوس كتير جدا، صح؟ صح. فالدول الناميه قال لك ايه؟ بما ان احنا عندنا مواد الخام ليه ما نصنعش؟ صح؟ فقال لك بدات الدول الناميه تصنع. ازاي؟ قال لك بص، قال لك اول حاجه صديقي انا عندي ماده خام، فطالما عندي ماده خام هبدا اصنع واكسب فلوس. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه صديقي قال لك برضو انا لما اصنع هبدا اقوي نفسي عسكريا. ازاي؟ هبدا اصنع اسلحه، اصنع سيوف، اصنع رماح. تمام؟ فانا لما اصنع الدوله بتقوي نفسها عسكريا. دي تاني حاجه. طيب انا لما اصنع يبقى انا عندي قوه عسكريه، حلو جدا. طيب انا لما اصنع صديقي هوفر فرص عمل للسكان بتوعي. تمام؟ كل دي اسباب تخليني ابدا اصنع. طب مستر ركز معايا، انا دلوقتي كنت بدل ما بصدر القطن كماده خام وادي لي دول متقدمه وارجع اشتري منهم تيشيرت. يعني ايه الكلام ده؟ بص، انا كدوله ناميه بعمل ايه؟ عندي ماده خام بديها للدوله المتقدمه، الدوله المتقدمه تحولها مثلا لتيشيرت فابدا اشتري منها تيشيرت. انت تتخيل؟ يعني نديلهم القطن هم يصنعوه ونشتري منهم تيشيرت؟ اقول لك اه. ولو يكن بنديلهم القطن ب 10 جنيه هم ياخدوه ب 10 جنيه يعملوا تيشيرت يبيعوا لي ب 100 جنيه، ده احنا بنخسر 90 جنيه. صح؟ صح. طيب انا دلوقتي بدات اصنع، بدل ما كنت بشتري منهم القطن قصدي التيشيرت هبدا انا اعمل ايه؟ هبدا اصنع التيشيرت. فلما انا اصنع هقلل حاجه اسمها الاستيراد وهبدا اصدر انا بقى. فاهم؟ حلو جدا. دي كده حاجات تخلي الدول الناميه تبدا تعمل ايه؟ تصنع. ولكن يا صديقي انت عارف دايما وانا عارف وكلنا عارفين ان في خوازيق، صح ولا مش صح؟ صح. اتكلمنا عن الزراعه فيها خوازيق، اتكلمنا عن الصناعه فيها خوازيق، اتكلمنا عن الراعي عن الثروه السمكيه في خوازيق، والخوازيق في المنهج بنسميها معوقات. فيلا بينا ناخد معوقات اللي واجهت الدول الناميه. تمام؟ طيب قال لك بص، انت عندك معوقات داخليه وعندك معوقات خارجيه. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ تعالى. اول معوق داخلي يا صديقي، انا عشان ابني مصنع حلو جدا يلا بينا نبني مصنع، مش معانا فلوس. ايه؟ مش معانا فلوس، صح؟ مش معانا فلوس نصنع. يبقى انا يا صديقي اول معوق بيقابلني من الداخل اللي هي راس المال. طيب مستر انا جبت فلوس يلا بينا نبني المصنع، حلوه جدا. جيت ابني المصنع مش لاقي عمال يشتغلوا في المصنع. مستر ازاي يعني؟ ده الدول الناميه فيها سكان كتير جدا وكمان في بطاله. هقول لك ما هو مش اي سكان. ازاي؟ انا مش محتاج ايدي عامله بس، انا محتاج ايدي عامله تكون عندها كفاءه وخبره. يبقى انا ما عنديش في الدوله كفاءات وكوادر فنيه او ما عنديش كوادر وطنيه، الاثنين واحد. يبقى انا عندي عمال، انا عندي ايدي عامله ولكن ما عندهمش خبره. لا انا عايز ناس عندهم خبره. تمام؟ فمحتاج كوادر فنيه كوادر وطنيه. طيب قال لك في الدول الناميه بنستخدم، مهمه جدا 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 دي، بنستخدم تقنيات تمام قديمه. مستر يعني ايه الكلام ده؟ بص
انا كاستخدامي في مثلا الات قديمه او تقنيات قديمه بيكلفني فلوس. ولو يكن مثلا لو جيت اقول لك في واحد بيصنع سجاده على ايده، واحد تاني بيصنع على مكنه، مين اسرع؟ مستر. اكيد اللي على المكنه اسرع، صح؟ صح. طيب مين احسن؟ اكيد يا مستر اللي على المكنه احسن، صح. طيب مين اغلى؟ اللي على الايد. ازاي يا مستر يعني؟ هو اللي بيصنع على ايده حرامي؟ هقول لك مش حرامي، ولكن مثلا انا بصنع مثلا سجاده، تمام، في اسبوع على ايدي، تمام، الاسبوع ده بدفع فيه ايجار، كهرباء، ميه، نور، مرتبات عمال، تمام، يبقى انا اسبوع دفعت حاجات كتير جدا. طيب لو جيت اقول لك على ايدي بقى، ده في يوم واحد يا مستر، يوم واحد بصنع 50 سجاده، زائد انا عندي مكن والات، فعدد العمال بيقل. ليه؟ كل ما التكنولوجيا بتزيد كل ما العمال بيقلوا، صح؟ يبقى انا مستر وفرت اجور عمال، وفرت كهرباء، ميه، نور، غاز، تمام. ليه؟ لان بصنع كميه كبيره في وقت قليل. طيب مين كده هيكون سعره اغلى؟ كده مستر اللي بيصنع كميه قليله في وقت كبير سعره اغلى. طيب انت دلوقتي كمشتري لو قدامك حاجه حلوه وسعرها رخيص وحاجه ثانيه وحشه وسعرها غالي، هتختار مين؟ كده مستر هختار الحلوه اللي سعرها رخيص، صح ولا مستر؟ فانت عندك بقى الدول الناميه بتصنع بتقنيات قديمه، فاذا المنتج بيكلفها كتير جدا، والدول المتقدمه بتصنع بتقنيات حديثه فالمنتج بيكلفها قليل جدا. فاصبح انت قدامك حاجتين، قدامك منتج حلو وسعره رخيص، ومنتج تاني وحش وسعره عالي، هتختار مين؟ هختار دي. فاصبح الدول الناميه مش عارفه تنافس الدول المتقدمه. يبقى صديقي التقنيات القديمه دي بتخليك عندك عدم قدره على المنافسه مع الدول المتقدمه، تمام؟ حلو جدا. دي كده كل المعوقات الداخليه. تعال بقى نتكلم بيه عن المعوقات الخارجيه، ومهمه جدا جدا جدا. قال لك صديقي اول حاجه، تمام، وهي السياسات اللي بتمارسها الدول المتقدمه. ازاي يعني الكلام ده؟ قال لك انت دوله ربنا كرمك وبدات مثلا تصنع ثلاجات او بوتاجازات، تمام، ورايح تصدرها في الدول المتقدمه. فلو يكن انت بتصنع مثلا الثلاجه، تمام، الثلاجه ب 10 جنيه مثلا، والدول المتقدمه بتصنعها برضه ب 10 جنيه، تمام، ب 10 جنيه. حلو. رحت انت هناك، مش كده يا مستر انا ممكن ابيع؟ صح، انا لو الثلاجه بتاعتي نظيفه هبيع والله، تمام. طيب فالدول المتقدمه تقول لك ايه؟ لا هو انت جاي تنافسني وتبيع عندي وممكن تخليه كمان ما بيعش؟ لا يابا. فببدا وانت معدي من المطار كده احط عليك حاجه اسمها جمارك، تمام. يعني ايه جمارك؟ يعني بتدفع فوق ال 10 جنيه دي 40 جنيه، فاصبح سعر المنتج بدل ما كان 10 جنيه بقى 50 جنيه. كده مين اللي هيبيع؟ ابو 50 ولا ابو 10؟ كده مستر ابو 10 هيبيع. فوانت معدي الدول دي بتفرض عليك جمارك تخليك ما تعرفش تبيع، تمام. يبقى عارف يعني ايه جمارك؟ جمارك يعني يا صديقي بفرض عليك ضرايب وانت معدي. ولو يكن مثلا انت كده صديقي عايز تجيب ايفون، ولو يكن مثلا، تمام، عايز تجيب ايفون، فسمعت حاجه عظيمه جدا ان الايفون في السعوديه والامارات سعره رخيص، صح؟ مثلا لو في مصر ب 30,000 ففي السعوديه ب 10,000 جنيه. طب يلا يا مستر نجيب ايفون من السعوديه. يقول لك ايه؟ وانت معدي افتح العلبه. ليه؟ ما هو صديقي بتاع المطار لو شافك قافل العلبه هيعرف انك تاجر، تمام. فوانت معدي كده ومعدي ب 10,000 جنيه ودخلت بعته في مصر، وقتها المصريين مش هيبيعوا، تمام. يعني ازاي؟ الايفون اللي في السعوديه ب 10,000 جنيه والايفون في مصر ب 30,000 جنيه، تمام. واحد راح السعوديه وجاب ايفونات كتير جدا ودخل باعهم في مصر، ده هيبيع؟ مش هيبيع، ده اللي هيبيع، صح؟ طيب ما احنا كده كدوله اتضرينا، صح؟ فبنبدا نخلي ابو 10 ده نفرض عليه 20 ضرايب، نخليه ب 30 يبقى اصبح ده ب 30 وده ب 30، فالاثنين يبيعوا، صح؟ دي حاجه اسمها جمارك، تمام. حاجه اسمها ايه؟ جمارك. نبدا بقى نتكلم عن المعوقات الخارجيه ونتكلم عليهم لوحدهم هنا، ما احنا اتكلمنا عليهم، ده اول واحده. طيب تاني حاجه صديقي عندك في المعوقات دي حاجه اسمها، تمام، سياسات الشركات، تمام، متعدده الجنسيات. مستار يعني ايه الكلام ده؟ بص يا شركه متعدده الجنسيات ده مش عندك السنه دي، عندك السنه الجايه، ولكن على السنه اقولها لك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني شركه من اكتر من دوله، مثلا انجلترا وفرنسا والمانيا جمعوا مع بعض وعملوا شركه، تمام. الشركه ده صديقي بتحكمك ازاي؟ مثلا الشركه دي بتحط عندك استثمارات في الدوله بمليارات. ازاي؟ فاكر من حوالي سنه او سنه ونص كده جينا من حاجه اسمها مقاطعه، تمام. المقاطعه دي لما جينا نبص السكر من بره، الميه من بره،
المشاريب من بره، اكل وشرب من بره، كل حاجه كانت من بره. ايه ده يا مستر؟ ده كل الشركات شركات اجنبيه، صح؟ صح. طيب الناس دي لو سحبت الاستثمار بتاعها من البلد، اقتصاد الدوله هيقع. تمام؟ طيب الناس دي بقى لو انت قلت لهم انا عايز مثلا اصنع منتج معين، قالوا لك لا، هتقدر؟ ما تقدرش تعارض. ليه؟ لو انت عارضت هيعملوا ايه؟ هيسحبوا الاستثمار، فلو سحب الاستثمار اقتصادك وقع، فالناس دي بتتحكم فيك. طيب عندك حاجتين تانيين بقى، عندك حاجه اسمها المعونات، تمام، ومهمه جدا، وعندك حاجه اسمها القروض. تمام. طيب ايه الفرق بينهم؟ بص، المعونه دي ان الدول اللي بره بتديك فلوس كمساعده ليك. طب هنردها يا مستر؟ لا، مش بترجعها. مستر، هو ليه الدول دي هتديني فلوس؟ اكيد عايزين مني حاجه. هقول لك ذكي اهو، هم عايزين منك حاجه غير الفلوس. ايه هي؟ هو بيديك الفلوس بايد، وبيديك بايد تانيه شروط وشويه حاجات دي كده. ازاي؟ مثلا بتحكم فيك، يعني انا بديك فلوس، بكون من الاخر كاسر عينك. انت واحد مثلا عايز تاخد قرار انك تحارب حد، فامنعك. طب مستر، ما انا حر. هقول لك لا، مش حر، هم كاسرين عينك، بيديك فلوس، صح؟ فلو مثلا لو انت اعترضت هياخدوا منك الفلوس دي. مستر، ده كده بيضغطوا عليا، صح؟ طيب انا مثلا واحد، يعني بلاش نذكر اسامي بس هقولها لك، مثلا دوله عربيه احتلت، تمام، في ناس مسيطره عليها، فانا كدوله عايزه اساعد الدوله العربيه دي، ما اقدرش. ليه؟ الدول التانيه اللي بتديني فلوس اجبراني ان انا ايه؟ ما اساعدهاش. يعني الدوله اللي بره بتتحكم فيا، فعشان كده مش قادر اساعدها. لو ساعدتها اللي هيحصل وقتها هيسحبوا مني المعونات، فالناس دي كسر عيني. تمام. يبقى المعونات دي حلوه ولا وحشه؟ هقول لك المعونات دي وحشه جدا. ليه؟ ما بتخليش عندك استقلال في الحكم بتاعك. انت كواحد يابا مش حر كده، ما تقدرش تاخد قرارك من نفسك، لازم ترجع لهم. تمام. يبقى ايه؟ انت واحد ما عندكش استقلال في الحكم بتاعك. يبقى جايه منين؟ جايه من المعونات. طيب اخر حاجه القروض. لما اجي اسالك سؤال، القرض ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ مستر، القرض حاجه وحشه. طب ليه؟ انا مثلا لو اخدت قرض من البنك ب 100,000 جنيه، تمام، ودخلت بنيت مصنع، المصنع ده كسب 500,000 جنيه، فبرجع لهم مثلا، هرجع لهم 200,000 يا عم، يبقى انا كده كسبان ولا لا؟ مستر، انا كسبان اهو. ولكن يا صديقي لو المصنع ما كسبش، هل هعرف ارجع ال 100,000؟ مستر، مش هعرف ارجعهم، فانا كده هتسجن. يعني ايه؟ يعني القرض ده سلاح ايجابي وسلاح سلبي، بسميه سلاح ذو حدين. ازاي؟ لو انت عارف تسد القرض حلو، لكن لو ما عرفتش مصيبه. صح؟ صح. يبقى صديقي القرض ده حاجه وحشه، ولكن ممكن يبقى حلو. ازاي؟ لو وضعت خطه سداد للقرض، لو انا عرفت اسد القرض فده دي حاجه ايه؟ دي حاجه مش وحشه. تمام. طيب ده كده يا صديقي. بص، عايزك تعمل حاجه مهمه جدا. انا اتكلمت معاك عن ايه؟ اتكلمت معاك عن معوقات داخليه، واتكلمت معاك عن معوقات خارجيه. الداخليه 3 حاجات. اول حاجه صديقي ايه؟ الماده الخام، قصدي راس المال، الكوادر الفنيه، ما عنديش ناس بتشتغل، ما عنديش تقنيات حديثه. طيب الخارجيه قلت لك سياسات دوله متقدمه، عندك شركات متعدده الجنسيات، عندك المعونات، عندك القروض. تمام. عايزك تاخد بريك، تفصل كده، وتيجي نكمل الجزء الثاني من الدرس بتاعك. يلا بينا. طيب احنا قلنا ان الدول الناميه بتواجه معوقات داخليه ومعوقات خارجيه، فطبعا يا صديقي متعودين ان اي معوقات لازم نلاقي ليها حلول. فيلا بينا نشوف الحلول اللي المفروض الدول الناميه تعملها عشان تحل المعوقات دي. طبعا يا صديقي اول حاجه لازم تعملها وهي وضع حاجه اسمها استراتيجيات. يعني ايه وصل الكلام ده؟ يعني صديقي ان الدول الناميه دي تعمل خطه. تبدا ازاي؟ تبدا تقلل الحاجات الغلط وتعمل الحاجات الصح. من الاخر يابا تعمل خطه عشان تبدا تطور الصناعه عندها. والخطه دي او الاستراتيجيه بسميه اسلوب علمي. تمام. الاسلوب العلمي عشان تحل اي مشكله. اتفقنا في الدروس اللي فاتت ان الخطه يعني اسلوب علمي لحل كل المشكلات. تمام. طيب مين اللي يعمل خطه؟ الانسان ولا الحكومه؟ مستر، اللي بيعمل خطه الحكومه، صح؟ يبقى لازم الدول الناميه تعمل حاجه اسمها التدخل الحكومي، ان الحكومه تتدخل وتعمل خطه، تمام، وتبدا تحل المشاكل دي. طيب ايه تاني؟ ممكن الجا لمساعده المنظمات الدوليه. مستر، هو يعني ايه منظمات دوليه؟ هقول لك دلوقتي. بص، مساعده المنظمات الدوليه، المنظمات دي صديقي عباره عن منظمه بتساعد الدول اللي محتاجه فلوس. تمام. يعني بجيب دوله محتاجه تصنع فابدا اساعدها انها تصنع. تمام. ابدا اهتم بيها. طب مستر، محتاجه منها حاجه؟ لا. محتاجه الفلوس دي ترجع؟ لا.
يعني لله الوطن هقول لك لله الوطن. تمام. فانت عندك المنظمات دي بتساعد الدول الناميه. تمام. حلو جدا. زي مين؟ قال لك في منظمه اسمها منظمه اليونيدو. قال ايه؟ اليونيدو دي بتساعد الدول الناميه. تمام. طيب عايز اعرف معلومه واحده عنها بس، ان هي موجوده في النمسا في مدينه اسمها فيينا. اسمها ايه؟ فيينا. حلو. هي موجوده فين؟ موجوده في النمسا في مدينه اسمها فيينا. بس كده؟ بس كده. يلا بينا بقى نتكلم عن الصناعه في الوطن العربي. احنا اتكلمنا عن الدول الناميه، مشكلاتها، معوقاتها، والحلول بتاعتها. تعال بقى نتكلم عن الصناعه في الوطن العربي. بس قال لك الصناعه في الوطن العربي نوعين. قال لك لا اما تكون صناعه استخراجيه، تمام، لا اما تكون صناعه تحويليه. تمام. طب مستر ايه الفرق بين الاثنين؟ الاستخراجيه يعني اي حاجه بنخرجها من باطن الارض. يعني ايه؟ يعني لو اتكلمت معاك مثلا عن مصادر طاقه، بترول، فحم، غاز طبيعي، يبقى ايه؟ استخراجيه. ليه؟ بخرجها من باطن الارض. طيب لو اتكلمت معاك عن المعادن زي ايه؟ الحديد، تمام، النحاس، الذهب، الفضه، دي كلها معادن. في برضه مواد معاك، مواد بسميها مواد غير معدنيه ولكن بخرجها. زي مين؟ هقول لك زي الفوسفات. مستر مش الفوسفات انت قايل ان هو معادن؟ هقول لك هو معادن بس هو مش معادن قوي. يعني ايه؟ يعني الفوسفات ده بجيبه من الصخور بس بستخرجه من باطن الارض. تمام. فبسميها صناعات استخراجيه. يبقى انا عندي الاستخراجيه اي حاجه بخرجها من باطن الارض. تمام. حلو جدا. قال لك بقى صديقي الصناعات الاستخراجيه دي بدات تكسب الدول. يعني ايه؟ يعني سعرها بدا يزيد. ازاي؟ قال لك بص، انا عندي حاجه، تمام، بسميها القيمه المضافه. ولما تيجي تقول لي يعني ايه قيمه مضافه، هقول لك يعني حاجه اسمها المكسب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا القلم ده، تمام، القلم ده اللي مصنع القلم ده مثلا انا شاريه منهم مثلا ب 20 جنيه. تمام. طيب هل اللي مصنع القلم ده كلفه 20 جنيه؟ اللي مصنع القلم ده مصنعه بكام؟ والله مستر ممكن يكون مصنعه مثلا ب 10 جنيه وبيبيعه ب 20، صح؟ يعني هو كلفه في التصنيع 10 جنيه، باعه ب 20، يبقى المكسب كام؟ المكسب يا مستر كسب 10 جنيه لان بطرح سعر المنتج من التكلفه بتاعته. صح؟ شايف كلمه المكسب ده؟ ده بسميه قيمه مضافه. يعني المكسب بتاعي بسميه القيمه دي القيمه المضافه. قال لك بقى ان سعر البترول عالي ليه يا مستر؟ قال لك زياده الطلب عليه. ودايما بفهمك الدروس اللي فاتت ان كل ما الحاجه الطلب عليها بيزيد كل ما سعرها ايه؟ بيغلى. تمام. فانت عندك البترول ده الطلب عليه زاد. تمام. فمثلا انا بنتج برميل البترول مثلا مثلا صديقي اقول لك ب 50 جنيه. تمام. طيب ببيعه ب 100 جنيه، بكسب كام؟ بكسب 50 جنيه يا مستر. ليه؟ انتجته ب 50 بعته ب 100. طيب سعر البترول زاد فبقيت ببيع البرميل ب 200 جنيه، بنتجه بكام؟ بنتجه ب 50، ببيعه ب 200، يبقى انا كسبت كده 150 جنيه. تمام. بطرح البيع من التكلفه فده المكسب. تمام. حلو جدا. سعره كده تاني بقيت ببيعه ب 400 جنيه، بنتجه بكام؟ بنتجه ب 50. تمام. ببيعه ب 400 يبقى كسبت 350 جنيه. شايف المكسب ده اهو؟ بسميه القيمه المضافه. تمام. يبقى سعر او القيمه المضافه للصناعات الاستخراجيه زادت. طب ليه؟ بسبب زياده سعر البترول، بسبب زياده سعر المواد او الطاقه الحفريه. تمام. يبقى عشان الطاقه الحفريه سعرها زاد المكسب بتاعي اللي هو القيمه المضافه بتاعتي بتزيد. طيب قال لك بقى ان كل الدول العربيه بدات تتطور وبدات تصنع وتكسب اكتر من الصناعات الاستخراجيه ما عدا 3 دول. تاني، كل الدول العربيه بدات تستخرج وبدات تبيع وتكسب ما عدا 3 دول. مين هم؟ هقول لك دوله السودان، هقول لك دوله ليبيا، هقول لك دوله سوريا. مين؟ السودان وليبيا وسوريا. مستر ليه دول ما كسبوش زي الباقيين؟ هقول لك بص، انا بتكلم هنا من الفتره بين 2010 و2013. في الفتره دي كان معظم الدول العربيه عندهم ثورات زي مصر مثلا، ولكن الدول دي الثوره عندهم قلبت بحرب، ولكن مصر عدت بخير، ما حاربناش بعض. تمام. ولكن دول قلبت بحرب. واتفقنا صديقي في اول درس ان الحرب دي يعني مفيش استقرار سياسي في الدوله. يعني صديقي الدول دي ما صنعتش ما استخرجتش لان ما عندهاش استقرار سياسي فين؟ في الدوله بتاعتها. تمام. حلو جدا. طيب ركز معايا بقى، هتكلم معاك عن الصناعات التحويليه. يعني ايه تحويليه؟ يعني بحولها من صوره لصوره، بنتجها من صوره لصوره، زي مثلا الاسمنت، السكر، الخشب، الورق، الالومنيوم، كل الكلام ده. تمام. حلو جدا. طيب ركز معايا بقى، مين
اكبر دوله صنعت؟ هقول لك دولتين بس، دوله السعوديه تمام ودوله الجزائر. يبقى ركز معايا، انا عندي في الاستخراجيه كل الدول العربيه استخرجت، معايا 3: السودان، ليبيا، سوريا. طيب في التحويليه دولتين بس اللي عملوا الصناعات التحويليه، مين؟ السعوديه والجزائر. تمام. طيب مستر مين اكتر؟ يعني انا مثلا دلوقتي لو قلت لك ان الصناعه بتكسبني 100 جنيه تمام، المكسب ده لا اما هيجي لي من صناعات استخراجيه لا اما هيجي لي من صناعات تحويليه، فمين اكتر؟ هقول لك صديقي الاكتر الصناعات الاستخراجيه. يعني معظم الدول العربيه بتكسب فلوس من انها تجيب ايه؟ تطلع بترول، تطلع معادن وتبيعها كماده خام، يعني ما بتصنعهاش. تمام. طيب هو انا دلوقتي يا مستر لو عندي قطن وهبيعه مثلا ب 10 جنيه، لكن لو حولته لتيشيرت هبيع التيشيرت ب 50 جنيه، يبقى انا دلوقتي لما احوله وابدا اعمل صناعات تحويليه انا هكسب اكتر. تمام. طيب الدول العربيه قال لك ان 90% تمام 90% من الفلوس اللي بتجي لنا صناعات استخراجيه و10% صناعات تحويليه. ها، يبقى احنا بنعمل ايه؟ احنا بنخسر، دي كارثه. تمام. ليه؟ احنا كدول عربيه بنطلع البترول، بنطلع الفحم، بنطلع الحديد، بدل ما نصنعه بنبيعه كماده خام. تمام. يبقى انا عندي 90% من الفلوس جايه لي منين؟ من ان اطلع الحاجه وابيعها كماده خام. تمام. حلو جدا. يبقى انا عندي الصناعات الاستخراجيه اكتر من الصناعات التحويليه، ودي حاجه غلط جدا جدا جدا. تمام. طيب لما اجي اقول لك الدول العربيه ايه اكتر حاجه من دول بتعتمد عليها؟ هقول لك صديقي مصادر الطاقه، البترول، الفحم، غاز طبيعي، دي اكتر حاجه بتجيب الدول العربيه ايه؟ فلوس. تمام. طيب بس كالعاده انا كدوله عربيه هيقابلني معوقات لما اجي اصنع، فيلا بينا نتكلم عن المعوقات اللي هتواجه الدول العربيه. ثانيه واحده. بص يا صديقي، اولا كده قال لك اول مشكله بتواجه الدول العربيه وهي ان الدول العربيه بتنافس بعض. ازاي؟ بص، انت عندك هنا اول مشكله تمام وهو التنافس. هي عامله كده ليه؟ ثانيه يا جدعان عشان ايه؟ محدش يتريق علينا. تمام. هي التنافس بين الدول العربيه. مستوى يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا اجي ابص لمصر اقول لها انت بتصنعي ايه؟ تقول لك بصنع يا اخويا والله ثلاجات وبوتاجازات. تيجي نبص لليبيا ثلاجات بوتاجازات، تيجي نبص للسعوديه ثلاجات بوتاجازات، نبص للامارات ثلاجات بوتاجازات. مستر ده كلهم زي بعض، ده كلهم كده بينافسوا بعض. هقول لك صح. يبقى انت عندك اول مشكله ان احنا المفروض نكون بنكمل بعض مش بننافس بعض. تمام. يبقى دي اول مشكله. حلو جدا. تاني مشكله ان انا كدول عربيه ما عنديش كوادر فنيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا صديقي تمام ما عنديش ناس عندهم خبره، ما عنديش ناس عندهم مهاره يشتغلوا معايا فيقدموا لي صناعه. المسحرات معدي يعني صباح فل. تمام. طيب ركز معايا بقى. خلاص يا عم ما بصحيش حد والله، ركز معايا. تمام. ما عنديش كوادر فنيه، ما عنديش ناس تشتغل، ما عنديش ناس عندهم خبره. تمام. حلو جدا. تالت حاجه يا معلم قال لك ما عنديش بنيه تحتيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الطرق عندي متكسره، العربيات متكسره، الكباري متكسره، فانا ما عنديش بنيه تحتيه. مش بس كده، عارف بقى البحث العلمي تمام مش بهتم بيه. يعني مش بهتم بالبحث ليه؟ مش بهتم بالبحث العلمي. تمام. مستر حلو جدا. قال لك برضو انا المفروض كدول عربيه بحط خطه للتنميه. انا مش بحط خطه. يبقى خامس حاجه استراتيجيات، ان انا مش بحط خطه. فكل دي مشكلات بتواجه الدول العربيه. تمام. ان انا صديقي بسميها معوقات، ان انا مش عارف دلوقتي اتقدم بالصناعه. تمام. اهم حاجه عندك صديقي وقال لك هي ايه؟ قال لك بص، سادس حاجه واهم حاجه حاجه اسمها ضعف الاسواق. مستر يعني ايه الكلام ده؟ بص، ضعف الاسواق يعني انا المنتج بتاعي مش بيتباع. فتيجي نسال سؤال ليه مش بيتباع؟ يقول لك الناس كحيانه يابا، الناس مش معاها فلوس تشتري. تمام. يبقى صديقي المنتج مش بيتباع بسبب ايه؟ انخفاض مستوى المعيشه. مستر انت بتكذب عليا، ده الامارات فيها فلوس قد كده، السعوديه فيها فلوس قد كده، الكويت فيها فلوس قد كده، قطر فيها فلوس قد كده. هقول لك جدع. طب كمل بقى، السودان، الصومال، جيبوتي، صح، ليبيا ما فيهاش، تونس على الله حكايتها، الجزائر. ايه ده يا مستر؟
ده انا عندي معظم الدول العربيه كحيانه يابا، صح؟ فمش بتكلم على الامارات بس او السعوديه بس، لا بتكلم عن معظم الدول العربيه. الناس مش معاها فلوس، ونروح بعيد ليه؟ مصر يا صديقي، انت يابا كحيان مش معاك فلوس، صح؟ فانت مش عارف تشتري. فاكبر مشكله بتقابلنا وهي ضعف الاسواق، انخفاض مستوى المعيشه للسكان، مش معاهم فلوس يشتروا يا صديقي. تمام؟ طب حلو جدا، اتكلمت عن المعوقات، فيلا بينا بقى نتكلم عن حلول المشكله دي. نبدا نتكلم ايه؟ عن حلول المعوقات. تمام؟ بتكلم معاك عن ايه؟ عن حلول المعوقات. بص يا معلم، انا اول مشكله اتكلمت عنها وهي ان الدول العربيه بتنافس بعض، يعني مش بتكمل بعض. طب تيجي نساله سؤال، انت ليه كدوله بتنافسوا بعض؟ هل انتوا قاصدين؟ تقول لك والله ما اعرف. ازاي؟ انا ما اعرفش ان مصر بتصنع ثلاجات، ما اعرفش ان السعوديه بتصنع ثلاجات، فعشان كده صنعت نفس الصناعه بتاعتهم. طيب هي الدوله دي مش موفره قاعده بيانات؟ تقول لك لا. يبقى اول حاجه محتاج اعملها وهي توفير قاعده بيانات. ازاي؟ ان كل دوله بتصنع ايه تكتب انها بتصنعه، ان السعوديه جايه تصنع تشوف مصر بتصنع ايه فما تعملش زيها. تمام؟ فالمفروض اوفر بيانات اقول فيها انا بصنع ايه بالظبط عشان ما ننافسش بعض، بل بالعكس نكمل بعض. طيب عندي بعد كده حاجه توحيد السياسات الاقتصاديه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا صديقي مثلا انا عندي في مصر الكهرباء مثلا 220 واط، تمام؟ 220 واط. طيب جيت في السعوديه عملت ثلاجه 250 واط، هل الثلاجه 250 هتشتغل على 220؟ مستحيل. يبقى انا دلوقتي لو جيت اخد الثلاجه من السعوديه مش هعرف شغاله فين؟ في مصر. فالمفروض انا اراعي ان كل الدول العربيه نوحد السياسات، اعمل ثلاجه هنا 220 واط عشان تشتغل في مصر، تشتغل في ليبيا، تشتغل في المغرب. تمام؟ يبقى انا دلوقتي المفروض بصنع حاجه بصنعها انها تكون موجوده في كل الدول العربيه، مش في الدوله بتاعتي بس. تمام؟ ليه؟ عشان نبيع لبعض ونكمل بعض، ما نجيبش من بره بعمله صعبه ونكون ايه؟ بتكون الاسعار غاليه. تمام؟ يبقى عندي تاني حاجه توحيد السياسات. طيب تالت حاجه هقول لك الاهتمام بالصناعات الخضراء. يعني ايه الكلام ده؟ ولا احنا خدنا الترم الاول ان انا وانا بصنع بضر البيئه، بدمر البيئه. قلت لك التنميه الاقتصاديه حلوه بس سمعتها وحشه، لو فاكر الجمله دي يعني بتاعت الترم الاول دي. تمام؟ اللي هو التنميه الاقتصاديه صديقي بنصنع بنجيب فلوس ولكن بنضر البيئه. طيب هو احنا مستر ما ينفعش نصنع ونحافظ على البيئه؟ هقول لك ينفع. ازاي؟ ان انا وانا بصنع بستخدم طاقه متجدده، بستخدم الشمس، الكهرباء، تمام؟ الطاقه الكهربائيه، بستخدم حاجه اسمها الكتله الحيويه، صح؟ الوقود الحيوي. كل الحاجات دي بستخدمها عشان احافظ على البيئه. فالصناعات الخضراء يعني الحفاظ على البيئه. طيب رابع حاجه تحقيق التكامل الاقتصادي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قلت لك من شويه احنا بدل ما ننافس بعض نكمل بعض. طيب عندك خامس حاجه، تمام؟ تحقيق التعاون في تدريب المهني. يعني انا مستر الكلام ده برضه، يعني صديقي نبدا ندرب بعض. مثلا اروح مصر اجيب منها شويه عمال ادربهم ادي لهم من خبراتي، اروح السعوديه اجيب منهم شويه عمال اديهم في مصر ادربهم وادي لهم خبراتي. فنعاون ان احنا نوفر حاجه اسمها كوادر فنيه. انا عندنا كوادر فنيه يا صديقي ضايعه، تمام؟ ما عنديش كوادر فنيه، فابدا نتعاون مع الدول العربيه ان احنا ندرب بعض ونعمل ايه؟ ونطور من بعض. عندك صديقي خامس حاجه وسادس حاجه، تمام؟ وهي ايه؟ الاهتمام بالبحث العلمي. بص يابا انا عارف ان انا خط حلو، ما تقوليش انا عارف والله خط حلو، تمام؟ فيعني مش عايز بقى حسد وكلام من ده، يعني انت لو فاهم حاجه يبقى احسدني، تمام؟ يعني صباح الفل. سابع حاجه صديقي، تمام؟ وهي انشاء، ودي اهم حاجه، المجمعات، تمام؟ الصناعيه. يعني انا مصدر الكلام ده. بص يابا عندك من بعض المشكلات، تمام؟ ان انت تعمل ايه؟ تعمل مصنع جنب بيت، يعني مصنع في منطقه سكنيه، دي مشكله. المفروض ان احنا نعمل منطقه معينه تكون فيها مصانع، وزي مثلا ايه؟ منطقه دمياط الجديده عندنا في المحافظه، تمام؟ عندنا في دمياط في منطقه اسمها دمياط الجديده، تمام؟ المنطقه دي فيها منطقه اسمها المنطقه الصناعيه كلها مصانع. عندك مثلا في 6 اكتوبر، 6 اكتوبر كلها مصانع، العاشر من رمضان كلها مصانع. فاحنا بنجيب منطقه بنخليها كلها مصانع، تمام؟ ودي بسميها مجمع صناعي. يعني مجمع يعني مدينه كلها مصانع، مدينه صناعيه، تمام؟ فاحنا بنعمل مجمعات صناعيه. ليه؟ عشان ما اعملش مصنع جنب البيت، تمام؟ دي اسمها ايه؟ اسمها مجمع صناعي. حلو جدا يا مستر. طيب في حد عمل كده؟ هقول لك دوله السعوديه، تمام؟ مالها دي يا مستر؟ هقول لك بص، السعوديه عملت مجمعين، ولا بيكن عندك هنا مصر، تمام؟ عندك هنا البحر الاحمر اهو. بص قال لك عملت مجمع موجود هنا، مجمع اسمه الجبيل، تمام؟ وعملت مجمع هنا اسمه مجمع اسمه ينبع.
يبقى عندك ايه؟ عملت الجوبين وعملت ينبع. تمام. ينبع ده صديقي من خلاله بصدر البترول. ازاي؟ بجيب بترول من هنا اخليه يعدي البحر الاحمر واخليه يعدي يطلع لدول اوروبا. تمام. يبقى صديقي ينبع دي موقعها الجغرافي متميز جدا. ليه؟ بتقع على البحر الاحمر، فمن خلاله بقدر اصدر من قناه السويس واطلع اوديه لاوروبا. تمام. يبقى عملت منطقتين مجمعين صناعيين، ينبع والجوبين. اخر حاجه اتكلم معاك فيها في الدرس، تمام، ان انا عندي في منظمه بتساعد الدول العربيه. مين؟ قال لك منظمه اسمها منظمه الادمو. الايه؟ الادمو. ركز معايا. اتكلمنا شويه عن منظمه اسمها منظمه اليونيدو. تمام. دي بتساعد الدول الناميه العربيه والغير عربيه. يعني مثلا الكلام ده، ما هو مش كل الدول العربيه ناميه، قصدي مش كل الدول الناميه عربيه. ازاي؟ ممكن بس تكون دوله ناميه ولكن مش عربيه، اجنبيه. تمام. فالمنظمه اليونيدو دي بتساعد اي دوله ناميه، لكن الادمو بتساعد الدول العربيه فقط. تمام. يعني مثلا لو جالك سؤال يقول لك ايه؟ الادمو بتساعد مين؟ قول له مثلا مصر، ليبيا، الجزائر، تونس، الامارات، السعوديه، الكويت، العراق، اي دوله عربيه. تمام. طيب دي بقى مكانها فين؟ قال لك دي مكانها في الرباط، مدينه الرباط في دوله المغرب. دوله مين؟ دوله المغرب. يبقى الادمو مكانها فين؟ في الرباط في دوله المغرب، والمغرب موجوده في شمال غرب قاره افريقيا. تمام. كده صديقي نكون خلصنا الدرس الثالث بالكامل، ما سيبناش فيه اي تفصيله. وطبعا فيديو الحل بتاع الدرس نزل لك موجود على قناه اليوتيوب، فخلص وخش حل وباذن الله تجيب الدرس في شوال. طبعا اتمنى تكون استفدت. لايك، كومنت، اشتراك في القناه، كلام من ده، ابعت فيديو لاصحابك، يعني روق عليا كده. وبس كده صديقي، سلام.